هلا والله معاكم. شت والله مستحيل تصدقوا شو لقيت على النت. من كتر الاشياء الغريبة والغبية اللي شفتها على النت، الناس بطلت تصدق اني عم بدخل على الانترنت طبيعي مثل اي شخص تاني، والشعب كله صار يشك اني بدخل على الدارك ويب ولا على الديب ويب لحتى اعمل هاي المقاطع. هيا الان كيف بقنعكم اني انا عم بدخل على النت مثل اي شخص تاني، عم بدخل على الانستغرام وعلى اليوتيوب وعلى سناب شات وعلى المواقع التانية. بس الفرق الوحيد انه ما بعرف ليش انا بيطلع لي اشياء غبية وبيض ومستحيل حدا يصدقها. المهم قبل ما ابدا المقطع بعتذر على السحبه لمده اسبوع، لكن حرفيا كنت مضطر اني اسحب، يعني ظروف شخصيه وهيك، فاهمين كيف. المهم اني رجعت ان شاء الله، ومن اليوم راح ابدا تسجيل مقاطع فاير ومتاكد انها راح تعجبكم. فكل اللي عليكم انكم تتابعوا المقطع، تحط لايك وتشترك في القناه لو ما كنت مشترك. وقبل ما نبدا، هاي اجمل التعليقات من اخر مقطع بلا ما المتابعين ياكلوا راسي مثل العاده. والان خلونا نبدا. دخلت على الانستغرام وشفت مقطع لامرأة فاتحة نايت كلب والعياذ بالله. طيب في ناس ممكن راح تقول لي عادي، يعني نايت كلب مو هي اول شخص ولا اخر شخص او امرأة بتفتح نايت كلب. اوكي، مع انه هو مو عادي لانه حرام، بس يعني خليني امشي على حسب عقول هاي الناس اللي هذا هو جوابها. شو راح يكون رأيك لو قلت لك انه النايت كلب هذا اللي فاتحيته هو للاطفال؟ يعني ملها ليلي للاطفال، من الاخر للاطفال يا ظالمه، للاطفال. يعني والله ماني عارف شو بدي احكي. بتذكر لما كنت طفل كنت اشتري علكه على شكل دخان، وكنت دائما اخبيها عشان ابوي ما يشوفها ويجلدني، مع انها كانت بس علكه، بس مع هيك مجرد انه شكلها على شكل دخان كانت حياتي في خطر حرفيا. وهاي البني ادمه فاتحه نايت كلب للاطفال، والله ما بعرف. المشكله انه ما بتقدر تلوم الاطفال، بس حرفيا يعني عندي تساؤل، كيف رح يكون شعور الطفل لما تيجي امه وتقول له تعال باخذك على نايت كلب؟ يعني ايش في، شو في، يعني ليش يا اخي؟ خلي الطفل يستمتع بطفولته، ليش تاخذوه على اشياء البالغين دغري؟ اوكي خليني ما اقرقر كتير ونشوف المقطع عشان تفهموا قصدي. يعني سوري مدام، فاتحه نايت كلاب وللولاد الصغار، نحن مش باوروبا. جورج اندر 18 ما اسمهم ولاد صغار، خرب بيت. هيدول اسمهم تينيجرز، هول اعمارهم بين 12 17 18. ها شو حلوت إيه. بتلاقي واحد عمره 17 سنة أو 18 سنة ماشي مع واحدة عمرها 12 سنة، أو العكس، واحدة عمرها 18 ماشي مع واحد عمره 12 سنة، عادي يعني. وين المشكلة؟ يعني عادي، نحن فري، يعني نحن اوبن مايند. وين يعني بالسويد، واللي هي بلد أوروبي، بتذكر مرة بالمدرسة عملوا هيك ديسكو أوكي للأطفال، بس كان في أعمار ممنوع تتجاوز هاي الأعمار، أو ممنوع دخول الأعمار اللي بتتجاوز هذا العمر، وكانت الأعمار من 16 ل 17 سنة. يعني اللي أكبر من 17 سنة وأصغر من 16 سنة ممنوع دخوله قولا واحدا. وحتى الأشياء اللي بالداخل يعني كانت عبارة عن حلويات وكولا وعصيرات وأشياء تانية، يعني ما كان فيها أشياء مثل البيرة والأشياء الثانية الحرام. بس يبقى الموضوع حرام، بس بدكم تتذكروا إني عم بحكي عن بلد أجنبي. أما هاي البني آدمة فاتحيت لك نايت كلاب لا يعني كيف قدرت تجمع بين عمر 12 سنة و18 سنة أو 17 سنة؟ شلون يعني؟ الله يستر. بس خلونا نكمل المقطع بالله. كيف فتحتي هيدا المحل؟ هول الكاتيجوري من الناس ما عندهم محل يروحوا يتسلوا فيه ويسهروا، هو نايت كلاب مثل حيالله نايت كلاب. ادي الفرق. أقسم بالله هاي في شيء بمخها، يعني ما في شك. يعني اوكي خليني اشرح لكم قديش انا مستغرب الموضوع. انا لما كنت صغير طفل كان اكبر همي كيف اتحول لجوكو، هذا كان اكبر همومي، كيف بتحول لجوكو سوبر سيان. بس حتى اني كنت احيانا احط ذيل او ذيل وهمي وابدا صارخ عشان اقدر اتحول، واضلني عم بصارخ لحتى ابوي يجي ويجلدني. كان ابوي يسكتني على طريقته يعني. بس نايت كلاب الله يرحم ايام الطفوله. بس خلونا نكمل بالله. درينكس وشو القصص اللي بتقدموها هون؟ كل انواع الدرينكس، مثل؟ عنا كل شيء، عنا بيرة، عنا واين، عنا لا يا رب تكون عم تمزح، يا رب اكون سمعت غلط. بتشرب الاطفال بيرة وواين كمان؟ واين اذا ما خاب ظني هو نفسه هداك المشروب الاحمر الكحولي اللي كان يطلع بالافلام. انا كنت افكر انه موجود بس بالافلام، كيف هيك يعني؟ وعشان تفهموا الفرق عن اللي حكيته انا بالسويد، وهو الديسكو للاطفال، حرفيا ما كان فيه هاي الاشياء. ممنوع كان اساسا يدخل اي حدا من الاطفال ويكون موجود مشاريب كحوليه بالمكان حرفيا. وهاي جاي عم تحكي لك بيره وواين للاطفال. تخيل بالله بكره يجي ابني يتصل فيني هيك ويقول لي والله انا بطلع مع صحباتي بنرقص شوي وبنشرب شوي هيك بيره وواين، اذا بتقدر تمر تاخذنا. اكيد يعني ما في مشكل، خذ راحتك حبيبي. لا حبيبي، لا غلط، اكيد لا.
شو هالهبل هذا يعني؟ استغفر الله. بس خلونا نكمل. جورج أنا أم، هيدا السبب خلاني أفكر بهيدا الشيء، لأنه أنا أم؟ أكيد يعني أنت أم وعز الأم يعني، لك أنت بدك تربي أكثر من الأطفال اللي جايبيتن أساسا. بعدين لا تحسسيني أنه أنت الأم الوحيدة الصح بهذا العالم، بلا غباء بالله. لو أنت بتستاهلي لقب أم فأنت أغبى أم شفتها بحياتي والله. جد عم بحكي يعني، في ناس ما بتستاهل يكون عندها أطفال بتحس، مع أنه يعني ما بحس غلط لما أحكي هذا الشيء، بس حرفيا يعني مثل هاي الأشكال يعني بتصير تتساءل ليش عندنا أطفال من الأساس. بعدين أنا بدي أعرف كيف قدرت تفكر بهذا الشيء، كيف قدرت هيك كانت قاعدة بالحمام ولا ما بعرف وين قاعدة عم بفكر شو بساوي. اوه والله فكرة، خليني استأجر صالة هيك عاملة نايت كلاب وبتكون بس للأطفال، هيك شيء مميز سبيشال اديشن يعني. وين المشكلة كمان بقدم لهم شوية بيرة وواين يعني هيك برقصوا بتسلوا مع بعض عادي يعني، الأطفال بتسكر. وين المشكلة يا أخي؟ بحس يعني مهما كان الإنسان غبي مستحيل تطلع على باله هيك فكرة غبية. والله عن جد صرت ما أعرف كيف البشر هاي بتفكر، شلون تطلع لهاي الأفكار، والله ماني عارف. وختاما عن جد يعني الدين زينة العقل، كتير حكيت هاي المقولة بمقاطعي وحرفيا عم تتضح لي يوم مع يوم انه مقولة صحيحة يعني. لا تنسوا الدعاء لأهلنا بلبنان وفلسطين وفي جميع البلدان العربية يعني. المهم هون بنكون وصلنا معكم لنهاية المقطع، بتمنى يكون المقطع نال على إعجابكم يعني، ولو عجبك يعني فلا تبخل علي يعني، قدر تعبي وحط لايك، اشترك في القناة، اكتب كومنت جميل مثلك، والله الكومنتات بتحفزني اني استمر اكثر. وبس والله كان معكم داي وبيس. مهما طال الزمان وأبعدتنا المسافات يبقى فينا الحنين خيطا يلف قلوبنا. ها قد آن الأوان لنلون أحلى الأمنيات.